أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي. أصغوا معي إلى الحديث الشريف فيما رواه الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لم يدع بها رجل مسلم أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. تعلموا هذا الدعاء: لم يدع بها، بلا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين، رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: وما أكثر الكربات التي أصابت المسلمين، يقول عند الكرب، دققوا: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. يعني أحياناً يتسلم وزارة إنسان جديد، الموظفون يسألون: كيفه؟ أخلاقي؟ نظيف؟ ما دام الأمر بيد واحد، بهمنا الآن أخلاق الواحد. دقق في هالكلام: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله العلي العظيم. معنى ذلك الأمر بيد الله وحده، والله عز وجل صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى. الله عز وجل كامل كمال مطلق، لذلك لا يجتمع حزن مع إيمان بالله. الأمر بيده، الأمر بيده وحده. أحياناً تجد إنسان صالح جداً بس ما بيده شيء، هو مسكين ما بيده شيء، وتجد إنسان لئيم جداً لكن بيده كل شيء، يعني معه سلطة قوية. دائماً في مفارقة، إما أن ترى إنسان قوي لا أخلاقي، أو أخلاقي ضعيف، كلاهما لا يرضيك. أنت بحاجة لإنسان بقدر ما هو قوي، منضبط، أخلاقي، رحيم. هذه شخصية فذة ونادرة الآن. يا بتلاقي إنسان صالح ضعيف، أو إنسان قوي غير صالح. لكن أن ترى إنسان بقدر ما هو صالح، بقدر ما هو قوي، هذه نعمة من نعم الله العظمى. لذلك ولله المثل الأعلى. الله عز وجل بيده كل شيء، هو القوي، هو المتصرف، هو المعطي، هو المانع، هو المعز، هو المذل، هو العدل، وفي الوقت نفسه هو الرحيم، هو اللطيف.